المعاصي، احذر من المعاصي، لا تتهاون بأي معصية، فهي سبب لمرض القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. شوف، أي معصية نكتة سوداء في قلبك. لا تقول هذه مجرد نظرة إلى امرأة، هذا مجرد صلب دخان، هذه مجرد نومة عن الصلاة، مجرد شعرات تخرج من الحجاب، حجاب المرأة، مجرد كلمة غيبة وسخرية بفلان. هذه نقطة سوداء في قلبك. كلما أكثرت من المعاصي والشهوات ازدادت هذه النقط في قلبك. قال: فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، ذهبت هذه النقط. وإذا عاد زادت، تزيد تزيد تزيد. قال: حتى تعلو قلبه فذلك الران، يعني الغشاء الذي يكون على القلوب بالمعاصي والمحرمات. قال الله، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وانظر كيف الله ربط هذه الآية بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكافر لما حجب قلبه عن الله وعن عبادته في الدنيا لا يرى الله أبدا يوم القيامة، ما يرى الله في الجنة. هذا أعظم عذاب. تخيل يعني يكون ما هذا الرب العظيم ما يراه. لذلك نفهم من الآية أنك كلما أزلت الغشاوة عن قلبك وكان قلبك قريبا من الله، تعبد الله كأنك تراه، فزت بهذا النعيم في الجنة في أعلى صوره. تنظر إلى الله في كل يوم بكرة وعشية. وكلما كان على قلبك حجاب في الدنيا ولو بشيء من المحرمات والشهوات قل تمتعك بنعيم النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة. إذن إذا أردت القرب من الله في الجنة وأن تنظر إليه كنظر المقربين بكرة وعشية، تكون في الفردوس الأعلى، فصفي قلبك.